السلام عليكم. طبعا ده برنامج واي سكاوت المتخصص في تحليل أداء اللاعبين والسكاوتنج انترناشونالي. برنامج معروف على مستوى العالم، ومفيش أي نادي أو فريق في كرة القدم حاليا في كرة القدم الحديثة بيحب يستقطب لاعبين أو يتفرج على لعيبة أو يعمل ايفالويشن لأي لاعب، لازم يكون عن طريق البرنامج ده أو ما شابه. طبعا زي ما احنا شايفين إن الدوري الأسترالي دوري عالمي متغطي من ضمن السلسلة اللي بيغطيها الموقع ده. زي ما احنا شايفين الاي ليج موجود، نشوف الفرق اللي موجودة. نبدأ نشوف الفريق ويلينغتون فونيكس، نشوف السكواد. ندخل على السكواد، هنلاقي في السكواد اللاعب العراقي محمد الطائي سنترال ديفندر. نقدر ندخل عليه نشوف كل البيانات بتاعة اللاعب. محمد الطائي ميدفيلدر، عنده 23 سنة، مواليد 15 جون 2000، بيلبس تيشيرت رقم 11، بيلعب بالرجلين بالقدم اليمنى. ونبدأ نشوف المسيرة الكارير بتاعه، لعب في أندية لعب في نيوكاسل جيتس، وبعد كده ويلينغتون فونيكس. نبدأ بقى نشوف الايفالويشن بتاعة اللاعب، ولو حابين نشوف أي حاجة تخص اللاعب من أول ما بدأ الكارير بتاعه في كرة القدم نبدأ نشوفها. هنا يقدر المدربين او يقدر المدرب المنتخب القومي العراقي ان هو لما يحب يتفرج على اللاعب او يتابعه هيلاقي كل شيء موجود. فانا شايف ان الضجة اللي حاصلة حاليا في العراق على اختيار اللاعب ده ان هو لاعب بيقولوا عليه لاعب مغمور او لاعب جاي بيلعب في اي دوري. اعتقد لا، اللاعب بيلعب في دوري محترم جدا. الدوري الاسترالي من اقوى الدوريات اللي موجودة في منطقة اسيا. بكل سهولة تقدر تتابع اللاعب، تشوف كل الاكشنز اللي يعملها، معدلات تمريره، معدلات جريه، الانترسبشن بتاعته، معدلات قطع الكرة، معدلات الجري، الاسلوب الهجومي باللاعب والدفاعي. اعتقد ان مش محتاج ان المدرب يتفرج على ماتشات لايف مثلا عشان يقيم لعيب. لا، دلوقتي كرة القدم الحديثة المدرب يقدر يدخل على اي بروفايل لاي لاعب في العالم كله ويبدأ يقيمه من جميع النواحي. على سبيل المثال للحصر، زي ما احنا شايفين المين ايفنت، الايفنتات الرئيسية، سواء كان تعمل البيست اكشن والاهداف والاسيستات، ولا هو سجل في نفسه اهداف او الاهداف المستقبلة. نبدأ نشوف مثلا في البلاي ميكنج ايفنت ازاي اللاعب بيتحرك اندر بريشر تحت الضغط، التمريرات بتاعته، التمريرات الطولية، توزيعاته في البيلد اب، السمارت باسز بتاعته، العرضيات، الكروسز. ونشوف برضو الدايلوج ويز ميدفيلدر، تحركاته والثنائيات بتاعته مع لاعبين الوسط المساندين اللي حواليه، والثرو باسز. يعني تقدر تقيم اللاعب من نواحي كتيرة جدا. حتى كمان تقدر تقيمه زي ما قلنا هجومي، تقيمه دفاعي، في الالتحامات الثنائيه، في واحد على واحد، في الريفليكشنز بتاعته، في الكور اللي بيشتتها، في كل شيء. طبعا لو حبينا ان احنا نشوف مثلا اي لقطات للاعب مثلا في 1v1 واحد ضد واحد، هنا مش بس مجرد الاحصائيات لكن كل الفيديوهات وكل اللقطات المتعلقة باللاعب هتلاقوها موجودة في جميع المباريات وفي طول الوقت. حتى اللاعب عليه هايلايت موجود، محاولات استخلاص للكورة، فيديوهات في جميع الماتشات يقدر منها المدرب او مدرب المنتخب او مدرب النادي ان هو يقيم اللاعب ويشوفه في جميع المباريات وجميع المسابقات المختلفة عن طريق الفيديو. زي ما انتم شايفين فيديوهات كتير جدا، حتى انا وقفت عشوائي اختار اي فيديو من المباراة، كل اللقطات للاعب وكل شيء بيعمله، مش بس احصائي لا كمان رقمي وفيديو وباللقطات، وتشوف اسلوبه وحركاته عاملة ازاي. في كل شيء تقدر تشوف كل حاجة اللاعب بيعملها، ومن خلالها تقدر تحكم على اللاعب بشكل كويس، وتقدر تطلع عليه تقرير مفصل وتشوف فعلا هل هو يستحق ان هو ينضم المنتخب، يستحق ان هو ينضم اللاعب، يستحق ان هو حتى يلعب ويمثل في النادي بتاعه ولا لا. فاعتقد ان اللاعب لاعب معروف بيلعب في دوري معروف، واعتقد ان هو يستحق التجربة والناس تصبر عليه وتشوفه وتحكم عليه جوه الملعب. وشكرا جزيلا لكم.